مق العبادة، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا معشر المسلمين، اتقوا الله حق تقواه ودعوه خوفا وطمعا، إن رحمته قريب من المحسنين. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى قد أمركم بدعائه ووعدكم بالإجابة ما دامت استجبتم له. قال الله تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وفي الحديث الذي رواه مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال العبد يستجاب له ما لم يدع بإثم أو قطيعة الرحم أو ما لم يستعجل. يا معشر المسلمين، لا تستكثروا بالدعاء، لا تستكثروا بالدعاء، فإن الدعاء صلاحكم وجنكم. كان نوح عليه الصلاة والسلام قد دعا على قومه لما آذوه وعصوا أمره حين دعاهم إلى توحيد الله تعالى. قال الله تبارك وتعالى في قصة نوح: قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة ومكروا مكرا كبارا. وقال تبارك وتعالى: وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. ودعا يوسف عليه السلام أيضا. يوسف عليه السلام دعا ربه وهو مقرا بنعمة الله التي أنعمها عليه من الملك وتأويل الأحاديث، بقوله: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين. ودعا عيسى عليه السلام ربه أن يرزقه بطعام من السماء بغير وهن ولا تعب، فأجابه الله بسؤالته. قال الله تعالى: قال عيسى ابن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. ثم قد دعا زكريا ربه أن يرزقه بولد صالح الذي يساعده في الدعوة إلى دين الله فأجابه ربه سبحانه وتعالى. فقال الله: وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له
ووهبنا له يحيى وأصلحنا له الزوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين فاتقوا الله يا عباد الله وأصلحوا أحوالكم وقلوبكم لأن القلب أيها الإخوة أن القلب هي الإنسان. القلب هي الإنسان. إذا صلحت صار الإنسان صالحا وإذا فسدت صار الإنسان فاسدا ويكون لا يرى إلا شرا ولا يسمع إلا شرا ولا يعتقد إلا شرا ولا يمشي إلا إلى مكان شرا ولا ينطق إلا بشر حياته شرا ومماته شرا أيضا وقلبه ملئت بشر أعاذنا الله أجارنا من شر وأهله. قال الله تبارك وتعالى ولقد قال الله سبحانه وتعالى والإنسان له قلوب. سبحانه وتعالى خلق الناس كثيرا لجهنم وكثيرا للجنة. سبحانه وتعالى يقول لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. واتقوا الله عباد الله وآمنوا به وأطيعوا أوامره واجتنبوا نواهيه يفتح لكم أبواب الرزق من السماء. إذا كانوا آمنون به وأطيعوا أوامره ويجتنبوا نواهيه يفتح لكم أبواب الرزق من السماء والأرض. لأن المعاصي يمنع نزول الرزق. المعاصي يمنع نزول الرزق من السماء والأرض. قال الله تبارك وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لافتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا وعاقبناهم بما كانوا يكسبون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين في كل مكان فاستغفروه يغفر لكم واشكروه على نعمه يزدكم. وصلى الله وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا. اللهم أنصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين والكافرون والمنافقون الذين يكيدون شرا في هذه الوطن داخلا وخارجا بقوتك يا ربنا يا جبار يا قهار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Dan uwa abinda hudubar mu take magana a yau wato Allah subhanahu wata'ala yana son